واحد بيقول لي البانداز مش عملية لاني لما بستعملها في داتا كبيرة جدا بتاخد وقت كبير في البروسيسنج والمساحة. تمام. طيب هنعمل في الفيديو دوت اكتر 5 مشاكل او اخطاء بتواجهنا او بنعملها واحنا ما بنحسش، بتزود في الميموري، في الرام اللي هي بتستخدم، وفي الوقت. اوكي. طيب اول مثال، تخيل معايا ان انت معاك داتا فريم. الداتا فريم ده فيه عمودين، عمود A وعمود B. تمام. العمود ال A ده عبارة عن عدد القطع، وعمود B هو عبارة عن سعر القطع. اوكي، معانا تو كولومز دلوقتي. ماشي. وعايزين نحسب الايه المجموع لكل صف، يعني هنضرب الكمية في السعر. تمام. ادي معانا داتا فريم 100,000 ريكورد. اوكي، عمود A وعمود B. لو جينا عملنا برنت للايه هنلاقي العمود A وعمود B زي ما انتم شايفين كده. تمام. عمود ال A هو نيوميريكال داتا، وعمود B هو برضو نيوميريكال داتا، ارقام. اوكي. طيب في طريقة دايما بنعملها، عايزين نضرب عمود A في عمود B، فبنعمل ايه؟ والله بنعمل فور لوب جميلة جدا. بنقول اندكس وايه ورو ان الداتا فريم اوف ايه، الميثود اللي اسمها ايتر روز. تمام. اوكي. لو هنقول بقى ايه، هنقول عشان نوفر الوقت هنقول الداتا فريم هيساوي اوف سم سلو، هنinitialize كولوم اسمه سم سلو. اوكي، وده اللي هو الكولوم اللي احنا هنعمل فيه المجموع بتاعنا. ماشي كده، ده الكود بتاعنا اللي هو الطريقه الاولانيه، الا وهي باستخدام الايتر روز. تمام. بعمل ايه؟ بستارت تايمر علشان اقدر احسب الوقت. بانيشيالايز كولوم جديد اسمه سم سلو، وده المجموع او ده الكولوم اللي انا هجمع فيه التو كولومز بتوعي. وبعمل الفور لوب بتاعي باستخدام الايتر روز، ودي تعتبر الميثود المتعارف عليها اللي كلنا بنستعملها عامه يعني. بلوب طبعا على كل رو واندكس في الداتا فريم بتاعتي اللي هي ال 100,000، وبعمل ايه؟ بحطها وبحط المجموع في السم سلو في كل رو في كل ريكورد. تمام. تعال نرن الكود ده كده. الكود عندي اشتغل في 8 ثواني 8 seconds. تمام. يعني لو انا على 100,000 ريكورد. طيب لو انا جيت استعملت عشان احل المشكله ديت، المشكله دي لو الداتا بتاعتي كبيره جدا ممكن تاخد دقايق، وممكن تاخد دقيقتين 3 4 10 20 وهكذا. تمام. طب ايه الطريقه اللي ممكن نحل بيها المشكله دي؟ الطريقه اللي اسمها فيكتورايزد او الفيكتورايزيشن. تمام. الفيكتورايزيشن، تعال نرن الاول كده الكود مع بعض. هنلاقي الفيكتورايزيشن ميثود بتاعنا في 0.002 seconds. تمام. نعمل ايه الفيكتورايزيشن ميثود ديت؟ الفيكتورايزيشن ميثود هو بيعمل طريقه اوبتمايزد جوه البانداس. الطريقه الاوبتمايزد دي مكتوبه بلغه السي. تمام. في حين طريقه الايتر روب او الايتر روز، في حين مر على كل صف واحد واحد، وده بطيء جدا. لو عندنا آلاف أو ملايين الصفوف، بيفتح الصف، يقرأ الصف، يحسب، وبعد كده يعمل الأكشن بتاعه. تمام. وده طبعا هياخد وقت كبير جدا. فطريقة الفيكتورايزيشن زي ما احنا شفنا وفرت تقريبا أو أسرع من الميثود العادية بتاعتنا ب4000 مرة. يعني مش أسرع بمرتين أو ب3 أو ب10 أو ب5 أو ب10 أو ب20، لا دي أسرع ب4000 مرة. تمام. فدي اول طريقه ممكن ان احنا نتعلم بيها ازاي نعمل اوبتمايزيشن للكود بتاعنا عن طريق الفيكتورايزيشن ميثود. الطريقه الثانيه وهو ان احنا بنعمل، او المشكله الثانيه اللي بتواجهنا في دايما او بنحاول ان احنا نعملها، او تجميع بيانات. لو احنا عندنا بيانات كتيره جدا وبنجمعها في او بنعمل لها كونكاتينيشن، دايما في اخطاء، او في الواحد دايما بيقع في خطأ ان انا بحط الابند جوه الفور لوب، وده مشكله كبيره جدا. يعني لو عندك 100 ملف، 100 ملف ده
موجود عليه بيانات يوميه، مثلا المبيعات، تذاكر الدعم. الملفات دي كتيره جدا، في حوالي 1000 ملف، 1000 صف في كل داتا فريم. تمام. وعشان واحد يعمل تحليل شامل للحاجه ديت، فهو محتاج ان هو يكونكاتينيت الداتا دي كلها مع بعض. اوكي. ففي واحد بيحط الكونكاتينيشن او الابند جوه الفور لوب في كل ايتريشن. اوكي. وفي واحد تاني هيعمل حاجه تانيه. الطريقه الاولانيه بتاخد وقت كبير جدا في الاوبتمايزيشن او في الكود بتاعك. تعالى كده نبص مع بعض على الكود بتاعنا ماشي ازاي. ادي الداتا فريم بتاعتي، دي عباره عن ليست اوف داتا فريمز. تمام. يعني لو جينا بصينا كده هنلاقي ده مثلا ايه، ليست ب 100 داتا فريم. كل داتا فريم عباره عن سي اس في فايل. تمام. السي اس في فايل ده عباره عن داتا جايه من اماكن مختلفه عامه. اوكي. فزي ما احنا شايفين كده. طيب لو انا دلوقتي عايز اعمل داتا فريم بيجمع كل السي اس في فايلز ديت في، يعني عايز اجمع كل السي اس في فايلز ديت في داتا فريم واحد. اوكي. بدل ما هم منفصلين كده. ففي طريقه جميله جدا كلنا بنعملها، اللي هي هعمل طبعا التايمر بتاعي، هفتح داتا فريم فاضيه وهعمل فور لوب. تمام. فور الدي اف ماشي ان الداتا فريم اوف ليست، وهقول الدي اف بتاعي اللي هو يعني كل عنصر من الدي اف ليست هو داتا فريم مخصوص او سي اس في فايل مخصوص. تمام. هقول الداتا فريم سلو او الداتا فريم بتاعي بي دي دوت كونكاتينيت. تمام. اللي هو بابند يعني الداتا فريم سلو مع الدي اف بتاعي اللي موجود في الداتا فريم ليست. يعني انا بعمل ايه؟ بخش على الليسته بتاعتي، باخد كل داتا فريم بعمل له ابند في الايه، الدي اف سلو. تمام. وبقى طبعا ايه، باجنور الاندكس عشان اريست الاندكس. تعال نرن الكود ده كده، وتعالى نبرنت الكود. اخد مني ثانيه واربع 1.4 او 1.5 سكندز. تمام. طيب في طريقه تانية اسهل من كده بكتير، الا وهي ان انا لو خدت، تعالوا نبص مع بعض كده. عملت انا ايه هنا؟ عملت التايمر بتاعي ورحت قايل داتا فريم اوف فاست بيساوي بي دي كونكات الداتا فريم اوف ليست. يعني الليسته بتاعتي ببساطه شديده حطيتها جوه الامر اللي اسمه كونكات، خليته يعمل كونكاتينيشن اوتوماتيكلي على الداتا او الليسته بتاعتي كلها، او الليست اوف ايه، الليست اوف ليستس او الليست اوف داتا فريمز. يبقى ببساطه شديده الكوماند ده حطيته في مكان صح، انا ما عملتش فيه حاجه غريبه، هو نفس الكوماند بالظبط. تمام. بس الكوماند الاولاني هنا انا كنت حاطه في فور لوب، وبلوب على الليست 1 باي 1، بفتح السي اس في فايل في كل بفتح الفايلز اللي موجوده في الليسته بتاعتي اللي هي اكتر من 100 فايل، وبعمل له كونكاتينيشن في الايه، الداتا فريم بتاعي، في حين ان هو نفس الكوماند بتاعي بالظبط. رحت عامل فيه ايه، حطيته بره وقلت بي دي دوت كونكات، وحطيت الليسته بتاعتي الليست اوف داتا فريمز، وهو اوتوماتيكلي بيحسب لي او بيعمل لي ميرجنج او بيعمل لي كونكاتينيشن للايه، للداتا فريمز بتاعتي كلها. وهنلاقي داتا فريم اوف ايه، الداتا بتاعتي بالمنظر دوت. يبقى اللينس بتاعي او بقى الايه، المليون بتاعي. اوكي. اشوفكم على خير ان شاء الله، وانتظروني في الفيديو اللي جاي في اخطاء تانية جديدة ممكن كلنا نقع فيها عشان نقدر نوفر الوقت ونوفر المساحة ونوبتمايز الكود بتاعنا as much as possible. اشوفكم على خير.